اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين في الأولين وفي الآخرين يا رب العالمين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وبألف خير يا رب. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد، وحبيت أشارككم فطارنا البسيط مع حبايبي الحلوين ومتابعين الغاليين. عندنا أول حاجة هنا، عندنا سمك مقلي ورز أحمر أو رز صيادية او ببصلة زي ما تسموه، وسلطة وبطاطس محمرة وفلفل مقلي. وده فطار بسيط وحاجة بسيطة مع حبايبي الحلوين، ويوم جديد في رمضان من يومياتي. اول حاجة هنا عندنا السمك اهوت، سمك بلطي اهوت، وعندي بطاطس غسلاها ومقشراها، وعندي كيس رز. وبصوا بقى، السمك انا يعني مش اول مرة اعمله معاكم، ولا اول مرة يعني هنزله على القناة معاكم. بصوا انا غسلاه ومنضفاه وزي الفل اهو، وحط عليه حط عليه ليمون وملح اهو زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا نضيف زي الفل والله. بصوا انا بحب اعمل روتين معاكم او اي فيديو معاكم عشان انتوا بتشجعوني. بصوا الليمون اهو كنت عصراه عليه، بتشجعوني بكلامكم الحلو وتعليقاتكم الجميلة، وربنا يديمكم نعمة في حياتنا يا رب. اهو بصوا، وهنا عندي البطاطس المحمرة، انا غسلاها ومقطعاها وحط عليها مية وملح وحبة خل. هنا عندي الطاسة بقى، حطيتها على النار، حطيت فيها الزيت اهوت يقدح شوية علشان اقلي البطاطس اهو. وهنا الزيت قدح خلاص، واحط البطاطس كده اهي، واقلبها شوية عقبال ما ايه تاخد لون كده وتتحمر. وسبتها شوية وايه، وجيت اقلبها اهوت لما خدت لون. وهنا قلت ايه، اعمل السلطة عقبال ما ايه البطاطس تتحمر. جبت الخيار وجبت الجرجير والطماطم وفلفل، وحطيتهم في مصفى وسيبت عليهم المصفى كده يتغسلوا اهو، وحطيت لهم حبة خل وغسلتهم كويس جدا، وقلت ايه اعمل السلطة معاكم اهو كده زي ما انتوا شايفين. بص بقى، بعد ما عملت السلطة لقيت طبق صغير اللي انا بعمل فيه دوت، فعملت طبق تاني زيه، ما اكتفيتش بالطبق دوت فعملت طبق تاني زيه اهو. بصوا كان لسه عندي وقت يعني اهو، قلت اهو اعمل طبق تاني جنبه. بصوا هنا بقى، انا بجيب الطماطم بقطع الحتة العلق الاخضر دوت اللي من فوق اللي تحتيها، تحت العلق الاخضر ده، وبقطعها من تحت كمان اهو. وبرضو مسيبة المية على الخضرة وعلى بقية السلطة، الطماطم والفلفل والجرجير اهو. بصوا
وهنا كنت بشطف ايدي عشان خاطر ابص على البطاطس اقلبها. وقلبت البطاطس ورجعت تاني عشان اغسل الجرجير اهوت تاني، واقطع الحتة اللي من فوق دي الراس اهي، وانقي الجرجير لو في عود اخضر مش حلو، لو حاجة دبلانة اي حاجة كده اهو. بصوا اهو. وبعد ما نقيته كويس جدا بخرط الجرجير اهو. وهنا كنت قربت اخلص اول طبق سلطة اهو. بصوا الخضرة طازة وحلوة ازاي. وهنا كان عندي قرن فلفل، قطعته من فوق كده وقطعته من تحت العلق الاخضر بتاعه اهو، وبفتحه من النص عشان ساعات البذور بتاعته بتبقى مش حلوة اهو. بصوا لقيته ابيض اهو نضيف، خرطته. وهنا البطاطس اتحمرت خلاص وطلعتها في الطبق اهو. وعندي فلفل اخضر غسلته كويس جدا وشقيته من النص وقطعت العلق الاخضر وقلت عليه اهو. وجبت البصلة خرطتها اهوت وحطيتها على النار، وحطيت ملح وفلفل اسمر اهو. وكنت حدقت السمك وفتحة التوم التحديقة بتاعت السمك اهو، بحطها على البصلة بتدي ريحة حلوة وطعم حلو اهو. وهنا جبت حبة دقيق في طبق عشان خاطر ايه اقلي السمك بعد ما تبله. والرز هنا غسلت البصلة اتحمرت والرز غسلته وسقطته، وبعدين قلت ياخد غلوة وبعدين اوطي عليه. والسمك قليته هو حطيته على الطاسة، وقلت عقبال ما يتقلى السمك اعمل عصير ليمون. بص بقى الليمون انا بجيبه بقشره كده، اغسله كويس جدا واقطعه 4 تربع، برميه بالبذر بتاعه بالقشر بتاعه بكل حاجة كده اهو اهو. وبعد ما اقطعه كده كويس اهو بحط عليه السكر واحط عليه ميه واحط عليه اللبن بيسحب المرارة بتاعت اللي بتبقى في الليمون، بتبقى في القشر. ما تقلقوش مش بيمرر ولا حاجة اهو. حطيت الليمون وقلت هحط المية واحط اللبن واحط السكر. بص بقى السمك كنت بقلبه عشان قرب يتحمر على الوش الاولاني، وبعدين قلبته على الوش التاني اهو.
وبعدين رجعت لكم تاني اهو، حطيت السكر وحطيت المية. بصوا هنا كنت بصور المقطع دوت، بس كنت بحسب الكاميرا بتصور ولقيت المقطع ده متصورش. حطيت اللبن عليه، حطيت اللبن وضربته، وحطيت كل المكونات على بعضها وضربتها كده في الخلاط اهو. وبعدين بعد ما ضربته بصفيه كويس جدا اهو، وبيبقى زي الفل اهو. بصفيه كده بعد ما اصفيه اصبه في الدورق ده اهو. بعد ما صفيته خلاص فضيته في الدورق اهو، بيبقى شكله بالمنظر ده. وهنا خلصت خلاص الفطار بتاعنا. كان عصير الليمون والسمك المقلي، وعملت طبقين سلطة وبطاطس محمرة والفلفل المقلي، وخلصت خلاص. وده كان الفطار بسيط ويوم جديد مع مشاهديني الغاليين ومتابعيني الحلوين. وان شاء الله يا حلوين استنوني في فيديوهات تانية كتير، وما تحرمش منكم ابدا ابدا. بس كده. وده كان يوم جديد وفيديو بسيط مع متابعيني الغاليين، ويومي من يومياتي في رمضان كريم عليكم وعلى أمة محمد أجمعين يا أحلى مشاهدين.